السلام عليكم. الجيش الإسرائيلي يعلن عن مناورات مفاجئة قرب الحدود اللبنانية. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء انطلاق مناورات عسكرية مفاجئة شمال البلاد بالقرب من الحدود اللبنانية. ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيان مساء يوم الثلاثاء على حسابه الرسمي على تويتر، أكد من خلاله أن قواتها العسكرية ستجري تمرينا عسكريا مفاجئا شمال البلاد في منطقة إصبع الجليل الواقعة بالقرب من الحدود اللبنانية مع إسرائيل. وأفاد بيان جيش الاحتلال بأن المناورات العسكرية ستبدأ غدا الأربعاء لمدة ساعتين من 9 صباحا حتى 11 صباحا فقط، مشيرا إلى أن تلك المناورات العسكرية هي جزء قد تم التخطيط له باعتباره جزء من برنامج التدريب العسكري لعام 2023. وأضاف البيان العسكري أن المناورات ستشمل تدريبات عسكرية مكثفة من خلال إطلاق نيران مدفعية بالقرب من مزارع شبعان على الحدود اللبنانية، حيث يسمع دوي انفجارات في المنطقة. هذا بالتزامن مع تهديدات من حسن نصر الله، والتي جاء فيها أن أي تعرض للمقدسات الإسلامية في القدس سيفجر المنطقة بأكملها. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.